ضبط اللائحه، وزي ما قلت لحضرتك في البدايه الاتحاد مش انا الموضوع كابتن احمد ماشي، يعني حضرتك والاتحاد، يعني الاتحاد وحضرتك، المهم في الاخر يا كابتن احمد انا مش مساله يعني مساله ان انت بتتكلم في حاجه مثلا هي اتحطت كده وخلاص، لو هي اتحطت كده وخلاص والموضوع منتهي خلاص ما عنديش مشكله خالص. وخلي بالك برضه هو اللي حصل يا كابتن الموضوع كابتن سيد الموضوع حضرتك دلوقتي مجلس اداره قرر شروطه وبعتها. بعد اذنك بقى يعني سيبني انا سمعت خليه يتكلم يعني انا سمعت قول عشان نخلص المكالمه. طب قول لي ان انا جاي فيديو كونفرنس مع كابتن سيد. لا ما تقوليش انا جاي ضيف، قول لي انا جاي فيديو كونفرنس مع كابتن سيد. لا انا جاي اتكلم في موضوع ثاني، وانا بحترم طبعا، انا شرف ليا ان انا اتكلم مع سيد عبد الحفيظ يعني لكن الموضوع قلب احنا بنسمع كابتن سيد. والله ما خناقه، انا عمري ما اتخانق معاك يا كابتن سيد، عمري ما اتخانق معاك. انا يعني انا بكلم حضرتك لو الموضوع ما احنا خلاص يعني احنا هنلعب وهنستجيب والموضوع منتهي، لكن بكلم حضرتك في المنطق. انت المفروض ان انت بتساعدني عشان انا متميز، المفروض الزمالك ده متميز والدنيا متميزه وزي الفل، وحضرتك بتقول لي هو انا مش شايف الزمالك عنده هو على فكره انت الوحيد، وعلى فكره مش كل النادي الاهلي، انت بالتحديد. اكمل بعد اذنك كابتن بعد اذنك بس حضرتك بتقول لي في يناير اللي فات برضه هرجع ليها، الناس ما حدش كان عايز تاخدني في حته ان ما حدش كان عارف خالص. طب من باب اولى يا كابتن كريم، من باب اولى مسابقه هتنتهي يوم 14 ومطلوب مني ان انا اقدم مسابقه او اقدم قائمه يوم 17 تمام عشان اشارك في افريقيا يوم 21. هي دي حضرتك بص عارف المشكله في ايه؟ هي دي المشكله، ان الحاجه الوحيده على فكره بقى من الحاجات القليله اللي احنا اتكلمنا فيها في المنشور ان المفروض القيد يستنى بعد المسابقه خالص، بعد الكاس يبقى يوم 27 ولا 28 قبل قيد افريقيا. هي دي النقطه الوحيده اللي الحقيقه اللي حصل فيها جدال وخلاف، لكن في الاخر غلبنا مصلحه الناديين اللي بيلعبوا افريقيا فجبناها يوم 17. لكن هو انا معاك تماما، انا معاك تماما، كان يجب ان القيد يبقى بعد انتهاء الكاس مصر. طيب كابتن سيد عايز تقول حاجه بس سريعا عشان الوقت. لا لحظه يا كريم، ده مش موضوع يجب الكيد هو دي النقطه اللي كان فيها جدال. انا بقول لك دي النقطه اللي كان فيها جدال، لكن احنا غلبنا مصلحه الانديه، لكن اكتشفنا ان الانديه زعلت منها. يا جماعه انتوا بتخنقوا ليه؟ حضرتك لو انت بتتكلم في الموضوع ده ان انا مثلا عشان الاهلي والزمالك فاندم ان انا عملت لكم حاجه مثلا في فتح لا ما قلتش اندم انا لا ما انت بتقول لي يجب انا بقول دي النقطه الوحيده اللي كان فيها جدال. لا انا قلت دي النقطه الوحيده اللي كان فيها جدال. التسجيل يكون امتى؟ التسجيل يا كابتن سيد بس يا كابتن سيد انا ما قلتش اندم دي خالص، وانا اندم وانا كنت بحبه وحبيبتي سابتني هندم. لا انا بقول لك الموضوع الجدال الوحيد. والفيديو ده هيخلص او المكالمه دي هتخلص. يلا يا كابتن احمد الموضوع باختصار شديد احنا هنمشي على اللوائح اللي حضرتك حاططها ديت تمام وهنمشي بيها، لكن انا بكلمك بالمنطق والعقل والتاريخ اللي فات من قريب قوي 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 تمام. حضرتك انت اللي بعته مش اي حد، او الاتحاد الكوره اللي بعته مش انا تمام، يعني انت اللي بعت له رأفة بثلاث اربع نوادي، اعتبرنا بقى نادي صغير، اعتبرنا نادي في القسم الثاني ولا حاجه، وكنت هتبص لنا الحاجه الثانيه طبعا حضرتك الحاجه الثانيه بقى حضرتك الاهلي ولا الزمالك ولا اي حاجه. وخلي بالك انت بتقول لي الزمالك يعني في ناس بس يعني معلش يعني انت في فتره من الفترات هتبص تلاقي يعني كل الانديه اللي هتشارك في افريقيا بالذات هتبدا تشتكي. مش مشكله خلاص، خش لي على الحته الثانيه يا كابتن احمد او جاوبني على الحته الثانيه. انت حضرتك اعتبرني بقى مش مسؤول في نادي ولا حاجه، جاوبني برضو على السؤال. انا بس خوفي من نقطه يا كابتن سيد ان في امور فنيه ممكن لو قعدنا نتناقش فيها كتير على الهواء الناس هتبقى هربت بس مننا. طيب ممكن يعني احنا حضرتك انتوا بداتوا اعتراضات على المنشور، كان يجب احنا المفروض ان احنا في جواب هيمشي عشان الاسبوع الجاي نبدا يبقى في لقاءات مع انديه الدوري الممتاز وفي لقاءات مع المناطق عشان نقعد نتناقش فيها بالتفاصيل لاي موضوع. لكن انا ممكن اقعد اتناقش معاك في امور فنيه في التأييد وفي القيد وبتاع الناس يعني في الاخر بص يا كابتن سيد انا كلمت حضرتك فوق 3 4 5 مرات انا ما باخدش بنتيجه. تعرف ليه يا كابتن؟ لان انت حضرتك داخل في راي معين تمام وخلاص ومصمم عليه، فاهم؟ مش مشكلتي. طب ما انا اقول لك على حاجه. كابتن سيد احترم. بص اقول لك على حاجه، انا بحترم بص انا بحترمك طبعا كقيمه كبيره جدا ولاعيب محترم ومدير كوره في النادي، بس انا عايز اقول لك على حاجه برضو مش كشخص. انا عارف انت طبعا كشخص ما فيش الاحترام متبادل، لكن انا يعني احترم خبرتي في الشغلانه دي شويه. يعني انا بس نفسي يعني لو فانت بتقول لي ببقى الراي انا شادد فيه، احترم خبرتي في دي شويه. بعد اذنك عشان المكالمه طولت جدا. كابتن سيد حضرتك بس قول النقطه الاخيره واستاذ احمد واقفل زي ما انت عايز. الموضوع مش موضوع خبره ولا حاجه، انا ما طلعتش في بند المفروض انه هيضر. لا مش معترض. انت بتقول لي بكلمك، انا برد دي ليه؟ لما انت بتقول لي انا بكلمك فبلاقي الكلام من رد واحد. لا انا الكلام مش رد واحد. النقطه الاخيره يا كابتن سيد بعد اذنك. الاخيره بعد اذنك. اتفضل. من حق انديه القسم الثاني والثالث والرابع ولو عملوا قسم خامس وعاشر و50 اتحاد الكره ان هو يطور ادائهم ويطور مستواهم ويطور اللعبه وزي الفل على عيني وراسي. على عيني وراسي. لكن ايه التطوير اللي في القسم الاول؟ يعني ايه التطوير اللي في القسم الاول؟ يعني حضرتك حاطط بندين او 3 أو 4
ممنوع او لا يسمح بقيد اكثر من 20 لاعب فوق ال 25 سنه في القسم الثاني، لا يسمح بقيد اكثر من 15 لاعب في القسم الثالث، لا يسمح بقيد اكثر من 10 لعيبه في القسم الرابع فوق ال 25 سنه. ده معناه ايه يا كابتن؟ ده معناه ايه؟ ده معناه ايه حضرتك؟ ان كل الناس اللي هتيجي من القسم الثاني انا انزل بالسن تحت عشان اللي فوق يلاقي لعيبه مميزه من سن صغير تقدر تستفيد منها المنتخبات بعد كده. القسم الاول يا كابتن، يعني القسم الثاني والثالث والرابع. انا شرحت القسم الاول على فكره، القسم الاول ده احنا قلنا ايه؟ الثالث والرابع، القسم الثاني والثالث والرابع دول يا كابتن ما يكونش لاعب في منتخب مصر غير واحد كل 17 سنه، يعني مع احترامي الكامل. القسم الاولاني ايه التطوير؟ ليه جده كان لعيب قسم ثاني في دمنهور، يعني انا اعد لك في منتخب مصر كام لعيب في القسم الثاني؟ منتخب مصر الاول راح النادي الاهلي، يعني راح من منتخب مصر، راح فين يا كابتن؟ راح منتخب مصر من النادي يا كابتن، راح منتخب مصر من النادي الاهلي. ما هو النادي الاهلي خده منين يا كابتن؟ الدمنهور الاتحاد خده منين يا كابتن؟ قبل من النادي الاهلي كان من الاتحاد يعني. ماشي، ما هو في الاخر هو ده دي مرحله يعني من القسم الثاني لنادي لنادي متوسط لنادي كبير لمنتخب. يا كابتن احمد بس هنكون جمله واحده بس. يعني مراعاه القسم الاولاني، مراعاه القسم الاولاني اللي هو الدوري المصري او الدوري الممتاز، ده هو الاساس. ده هو الاساس. هو الاساس فين يا كابتن؟ طبعا هو الاساس. يعني لا هو انت بص يا كابتن سيد، بص مش عايز اغلب، مش عايز ايه، انت لو ليك وجهه نظر، انت ليك وجهه نظر مش كنادي اهلي كابتن سيد عبد الحفيظ او كجهاز كره في النادي او حتى كنادي، ما تخليوش هو المصلحه. لا بالعكس، احنا قلنا اللي هيمشي من الاهلي والزمالك المميز ده هيلعب في النادي الاقل منهم شويه في القسم الاول، والاقل منهم هينزل للاقل منه، والاقل هينزل للقسم الاقل. ففي الاخر واللي حضرتك قلته ان جده راح المنتخب صحيح واحترف من النادي الاهلي، لكن هو قبل النادي الاهلي جه الاتحاد، قبل الاتحاد كان في دمنهور. لابد يكون مرحلته العمريه صغيره عشان يقدر ياخد المجال ده. اخش انا بقى يا كابتن سيد عشان